سلام خياتي، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم اروع وصفه حلوه الزمان اللي هي كاري بونش بزاف هايله. وهاد الوصفه مقاديرها بزاف بسيطه. نحتاجو هنا خياتي 2 حبات من البيض يكونوا من درجه حراره الغرفه. تحتاجوا كاس غير ربع من السكر عادي. رايحين تضربوا مليح هذاك البيض ديالكم مع السكر حتى يذوب هذاك السكر. بالنسبة لهاد الوصفة البنات مقاديرها جد اقتصادية وجد بسيطة، يعني متوفرة في كل المنازل. حلوة الزمان البنات يعني غير مكلفة، كيما على بالكم حلوة الزمان جينيرالمون دائما ما تكونش مكلفة، يعني حتكون اقتصادية. كيما راكم تشوفوا تحتاجوا فيها البيض 2 حبات من البيض وسكر وشوية زيت، كاس غير ربع من الزيت حتضيفوه تدريجيا وتكملوا تخلطوه بالباتر. البنات اللي ما عندهاش الباتر تقدر تخدم بالفوي عادي. كي تضيفوا البنات الزيت بقاو خلطوا مليح يعني حتى يدخل هذاك الزيت مع الخليط هكا، يعني باش تحصلوا على نتيجه تكون مليحه ويجيكم الكاري بونج بزاف بنين. البنات ما تخيلوش شحال نحب هاد الوصفه، وبزاف عزيزه على قلبي هاد الوصفه. تفكرني يعني في اليامات تاع زمان، اليامات الصغر وكامل كيفاش كنا نتشهاو هذيك الحلوه. انتم البنات فكرتوها؟ انتم تاني يعني تفكركم في صغركم؟ البنات خليوا لي في التعليقات باش تفكركم هذه الحلوه الجميله. هنا حبيباتي نحتاجو كاس من الحليب ويكون بدرجه حراره الغرفه. راح نضيفوه تدريجيا ونخلطوه مليح تاني بالباتر حتى يتخلطوا ويتجانسوا هذوك المكونات. تحتاجوا هنا تاني البنات 3 ملاعق من جوز الهند. البنات خيروا جوز الهند النوعيه تكون مليحه، اللي تكون الريحه تاعو شابه ويكون هكا مايل للابيض، يعني ديك لا كاليتي اللي تكون مليحه باش تعطيكم نتيجه مرضيه. نحتاجو تاني القليل من لافاني. نحتاجو 3 ملاعق من المربى تاع المشمش. البنات اذا كان عندكم مبشور تاع الليمون ولا تاع البرتقال ضيفوه البنات، راح تعطيكم واحد النكهه بزاف هايله. سورتو البنات تاع البرتقال، يعني اذا كنتم مخزنينه في المجمد كامل رايحين نديرو شويه من المبشور هذاك تاع البرتقال. راح نخلطوا مليح المكونات، من بعد نجوزو للفارينه. البنات نحتاجو 2 كيسان من الفارينه، يعني هذوك الكيسان يكونوا ممسوحين. هنا ديريكتومون وزنت 2 كيسان وحطيتهم في الكاس هذا، ومن بعد ضفت واحدة خميرة كيميائية وراح نخلط مليح بالباتر ولا بالفوي عادي. البنات في هذه المرحله البنات ديجا تكونوا مشعلين الفرن ديالكم ديجا يكون سخن يعني. من بعد رايحين تفرشوا بابي كويسون في البلاطو ديالكم اللي يكون كاري. من بعد رايحين نحطوا هاد الخليط في البلاطو ديالنا ورايحين ندخلوه في الفرن اللي قلت لكم لازم يكون سخون ديجا باش ليه يطلع معاكم هذيك المسكوته. بعد ما تشوفوها يعني حمارت في الاطراف، يعني طابت مليح من الاسفل، رايحين نشعلوا عليها تزيد تحمار معاكم تاني مليح من الفوق هكا. البنات باش تحصلوا على نتيجه تكون مليحه لازم تخليوها طيب مليح من الاسفل ومليح من الفوق، يعني تاخذ داك اللون الذهبي الجميل. رايحين ديموليوها وتخليوها تبرد. بعد ما تبرد معاكم مليح رايحين تقطعوها. من بعد ندوزو لمرحله التزيين. شفتوها البنات بزاف سهله، تليق تاني هكا في الاعراس. تقدروا تاني تقدموها هكا كشمه مناسبه تكون خفيفه، حفله خطوبه ولا اي حاجه رايحه تجيب بزاف بنينه. البنات صدقوني غير بنينه، لو كان تجربوها رايحين تستغناو على كامل الحلويات هذوك البريستيج واللي فيهم التعب فيهم اللوازم. كيما على بالكم اللوازم تاع الكاطو راهم بزاف غاليين. نجوزو دوكا نوجدو لاصوص تاع شوكولا. نحتاجو كاس من السكر، 4 ولا 5 ملاعق تاع كاكاو، 2 ملاعق من شوكولا بودرة، كاس من الحليب، نديرو ملعقه صغيره تاع نشا، ملعقه كبيره تكون مملوءه تاع شوكولاته طالع. راح تخلطوا مليح هاد المكونات. بعد ما تذوب مليح هذاك الخليط راح تضيفوا ملعقه تاع زبده ولا مارغرين. تقدروا تاني تضيفوا لهذاك الخليط حبات من الشوكولا، ذوبوه مليح تاني مع الخليط. وهنا بعد ما كملنا لاصوص تاع شوكولا كما راكم تشوفوا ما تطولوش، يعني كي ديروا الحبات تاع المسكوته ما تخليوهاش تطول بزاف لاصوص هكا باش من بعد من الداخل تبقى مسكوته، يعني ما تشمخ لكمش كامل. ورايحين تكملوا كامل الحبات بهذه الطريقه. شفتوها خياتي بزاف سهله هاد الوصفه، بزاف بنينه، حلوه الزمان كاري بونج. شكون اللي ما تحبهاش؟ على بالي بلي كامل تحبوا هاد الوصفه وعلى بالي بلي راح نجربوها. جربوها بهذه الطريقه وخليوا لي تعليقاتكم الجميله. البنات كي تجربوها ما تنساوش تعاودوا ترجعوا وتخليوا لنا تعليقاتكم وقولوا لنا رايكم فيها. ودوكا مالي غير نقول لكم ان شاء الله نكون شهيدكم في الجنه، وهذا هو شكله الاخر.
ما تنساوش خياتي تخليو لنا دي جيم، تخليو لنا تعليقاتكم، ومن فضلكم بارطاجيو القناه مع صحاباتكم وحباباتكم ولا فامي، وبارطاجيو هذه الوصفه باش توصل اكبر عدد من المشاهدين والمشاهدات. ما لي غير نقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في وصفه واحده اخرى وفي فيديو واحد اخر. بسلامه خياتي، تهلاو في رواحكم.